تعالوا بقى نتكلم في حاجة في منتهى الأهمية، وخطط جون إدوارد اللي بيعملها لصالح الزمالك. خطط جون إدوارد اللي بيعملها لصالح الزمالك. جون إدوارد أول حاجة كده، بعيدا عن اللي أنا هقوله دلوقتي والمفاجأة اللي أنا بقولها دلوقتي وهحضر لها، جون إدوارد أول ما جه ركز إن هو يجيب لك صفقات بفلوس قليلة وتكون كويسة، تكون جيدة. دي نقطة. النقطة التانية، تعاقد مع استاد الكلية الحربية علشان تلعب فيه وتتمرن فيه بدل الاستاد المخرتة اللي موجود أو الملعب المخرتة اللي موجود في نادي الزمالك في 100 عقبة، وإن أنت تكون بعيد عن الأعضاء والدوشة بتاعة الإداريين ومجلس الإدارة وكل الكلام ده. تمام، وقافل على الفرقة بشكل جيد. دي تاني نقطة. تالت نقطة، جون إدوارد ما بيتكلمش في أي تصريح إعلامي. ياما صحفيين حاولوا معاه، ياما قنوات حاولت معاه ان هي تدخله وتدفع له فلوس كتير، مرضيش. الغريبة ان مجلس ادارة الزمالك نفسه هو اللي بيقول له اطلع رد واطلع اتكلم وقول للناس ايه، يقول لهم لا مش هطلع، انا جاي انفذ شغلي بس. جون ادوارد حاليا بيعمل اللي عايزه الراجل يانيك فريرا بالظبط. تعاقد مع مدرب بياخد ملاليم حرفيا، بس هل المدرب ده هينجح ولا لأ؟ أنا خايف من المدرب بصراحة. أنا مش خايف من اللعيبة. اللعيبة هيحصل لها انسجام وهتيجي وباين عليها إن لها اللعيبة كويسة، لكن أنا خايف من المدرب بصراحة. مدرب الأهلي واضح وصريح إنه مش قد كده. مدربنا واضح وصريح إن هو بيحنكش. تمام؟ طيب، خلصت صفقاتك، قفلت على الفرقة، الفلوس بقى. قالك إيه؟ اللعيبة واخدة أو في حساب مفتوح محطوط فيه كل فلوس نادي، كل فلوس فرقة نادي الزمالك لمدة موسم محطوطة فيه. لعيبة الزمالك هتاخد كل مكافآتها بعد كل ماتش في حالة الفوز بشكل فوري. لعيبة الزمالك هتقبض مستحقاتها بشكل شهري مش بشكل سنوي. تمام. لعيبة الزمالك متوفر لها المناخ الجيد للفوز بلقب الدوري فقط والأهم، أو الصعود لدوري أبطال أفريقيا، وده الهدف الرئيسي اللي حطه جون إدوارد. طيب، جون إدوارد بيلعب كمان لعبة في منتهى الصياعة. إيه هي؟ جون إدوارد بينفذ كل لوائح اتحاد الكورة بالملي. يعني إيه لوائح؟ إيه اللوائح اللي هينفذها جون إدوارد؟ لوائح انتقال اللعيبة. لوائح انتقال اللعيبة. الفيفا بيقول لك إيه؟ الفيفا بيقول لك إن أنت عندك 5 أجانب فوق السن، 3 أجانب تحت السن، وحط فلسطينيين زي ما أنت عايز وهم هيتحطوا كأنهم مصريين. جون إدوارد مسك اللائحة دي، مشي عليها بالظبط. جاب لك 5 لعيبة أجانب فوق السن، كان جايب لك 2 لعيبة أجانب تحت السن والتالت دي اللي هو بارون أوشينج، وجاب لك 3 لعيبة فلسطينيين. كان انت اصلا عندك عمر فرج، جاب لك عليه ادم كايد وعدي الدباخ. فالزمالك عنده تقريبا حوالي من 10 ل 11 لاعب اجنبي موجود في قائمة الزمالك رسميا بالقانون واللوائح، ومحدش يقدر يفتح بقه. وتوقع ان الحاجات دي هتتغير الموسم الجاي لو الزمالك خد الدوري او قدم موسم قوي. توقع بتثبت 100% الحاجات دي هتتغير بسبب التزام جون إدوارد باللوائح. جون إدوارد في صفقة بارون أوشينج عمل ما لا يعمل، أو تفكير ثعباني، تفكير شياطين على رأي محمد ثروت. جه قرب جه أيد بارون أوشينج في اتحاد الكورة تحت السن. قالوا لا يا معلم، مفيش الكلام ده، الموضوع خلص. يعني ايه الموضوع خلص؟ ما انا لسه معايا لحد يوم 18. قالوا لا 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 لا، الموضوع خلص، روح للفيفا. ودانا كلنا الفيفا، قال الزمالك رايح الفيفا، فكلنا قلنا الزمالك رايح الفيفا علشان لاعب صغير وبارون اوشنج وبتاع. خلاص،
إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ فجأة لقينا بارون أوشينج وصل الزمالك علشان جون إدوارد أقنع اللاعب إن هو يفسخ عقده مع النادي الكيني، فتحول بارون أوشينج للاعب حر رسمي من حقه يلعب في أي وقت مع أي نادي في العالم فري من غير ويتأيد في أي وقت. فضربة معلم قوية من جون إدوارد إن هو يجيب لك بارون أوشينج. خد بقى الضربة الأخيرة اللي عملها جون إدوارد، أو يقال إن بيعملها جون إدوارد وممكن ما يطلعش جون إدوارد في الآخر، بس أنا حاسسها إن هي تطلع منه. عرض إيطالي، عرض إيطالي لعبد القادر في الأهلي، عرض إيطالي لعبد القادر في الأهلي ب700,000 يورو يشتروا عبد القادر لمدة سنة. الأهلي قلقان، الأهلي خايف، والأهلي بيقول لك إيه، أهم حاجة عبد القادر لو هيروح الزمالك ما يروحش مني على طول، يروح من أي نادي تاني. بس يا معلم خلي بالك، هنا هتبان فكرة الكوبري، وانت مؤسس أكبر كباري في العالم النادي الأهلي، فالمرة دي انت هتاخد لاعب من الأهلي كوبري وكوبري أوروبي علوي. لو عبد القادر راح النادي الإيطالي ده في بداية الموسم الجاي، عبد القادر رسميا لاعب في نادي الزمالك، لازم يلعب مع النادي الإيطالي ده 6 شهور وب700,000 دولار. يعني انت آخرك ان انت تشتريه من النادي الأوروبي ده، النادي الإيطالي ده، ب700,000 دولار أو 800,000 دولار، مليون دولار يا سيدي، كأنك اشتريت اللاعب من أي نادي تاني بفلوس عادية. محدش يقدر ينكر وجود أحمد عبد القادر مهم. رقم 25، تيشيرت 25 متشال لأحمد عبد القادر، محدش هيلعب بتيشيرت 25 غير أحمد عبد القادر بس. فلو ده حصل، تحية كبيرة لجون إدوارد إنه يقدر يخلص اللاعب، يخلعه زي الضرس من النادي الأهلي عشان يوديه النادي الإيطالي ويحتك كمان بأوروبا ويقدر يلعب بشكل مستمر وأساسي، عشان بعد كده يجي نادي الزمالك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، عايزين نوصل ل4000 مشترك يا شباب.